القرن الرابع الهجري 10 الميلادي كان قرن صعود الشيعة الإسماعيلية المذهل، مستغلاً ضعف الدولة العباسية السنية المتزايد. الفاطميون يحكمون شمال أفريقيا والشام والحجاز. القرامطة يسيطرون على البحرين وشرق الخليج العربي، والبوهيون الشيعة يحكمون فارس والعراق وخراسان. خلال القرن التالي كان من الواضح أن الخلافة العباسية السنية في بغداد على وشك السقوط والاندثار. بلغ الوضع مداه عندما انشق أحد قادة العباسيين ويدعى أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري، وهاجم بغداد واحتلها لمدة عام كامل، وأجبر الخليفة العباسي القائم بأمر الله على التنازل عن الحكم لصالح الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. دعي للخليفة المستنصر الشيعي على منابر بغداد عاصمة الخلافة السنية، وتم إرسال مقتنيات الخليفة العباسي للقاهرة عاصمة الفاطميين، حيث أقيمت الاحتفالات الصاخبة بالنصر الفاطمي التاريخي. كان هذا في عام 1058 ميلادية، لكن حدثاً هاماً سيغير الأحداث ويعيد الهيمنة السنية على العالم الإسلامي مرة أخرى. لكن علينا أولاً أن نعود للوراء 3 قرون لنتعرف على بدايات القصة. ظهرت فكرة الإمامة بين الشيعة خلال الأحداث العنيفة التي أعقبت اغتيال الإمام علي بن أبي طالب، والتي تفترض وجود 12 إماماً يبدأون بالإمام علي بن أبي طالب ويتوارثها نسله. واعتبروا الإيمان بالأئمة جزءاً مكملاً من الدين. لم يكن الأئمة حكاماً، بل كانت فكرة معنوية للذين يرفضون شرعية الحكام الأمويين. بعد استشهاد الحسين عام 680 عاش هؤلاء الأئمة في المدينة المنورة تحت التضييق والرقابة الشديدة من الأمويين، رغم عدم مشاركتهم في أعمال التمرد المسلح التي تكررت كثيراً ضد الحكم الأموي. القتل كان مصيرهم جميعاً، بداية من الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين، أو بشبهة دس السم لهم. أما الإمام الثاني عشر فغامض المصير، ويؤمن أتباعه أنه غائب وسيعود في نهاية الزمان. رغم هذا التضييق على الأئمة ظلوا مسالمين، لكن فئات أخرى من الشيعة كانت ترغب بشدة في الثورة على الأمويين، خاصة بعد استشهاد الحسين. بعد موت الإمام الرابع علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، انشقت جماعة من الشيعة وبايعوا ابنه الأصغر زيد بن علي زين العابدين، وليس الأكبر محمداً الباقر. فأصبح هناك فرقتان، كل منهما تتبنى خطاً وراثياً مختلفاً للإمامة. قامت هذه الفرقة بالتمرد المسلح في الكوفة بقيادة الإمام زيد بن علي ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. الغريب أن أهل الكوفة خذلوه مثلما فعلوا مع جده الحسين، ومات ومثل بجثته بشكل يشبه ما حدث لجده. عرفت الفرقة المنشقة باسم الزيدية، وهي الفرقة التي يتم وصفها دائما بأنها أقرب فرق الشيعة في أفكارها للمذهب السني.
زاد التضييق على أئمة الشيعة بعد وصول الخلفاء العباسيين للحكم، فالدعوة التي أطاحت بالأمويين والتي كانت تدعو لنصرة خليفة من آل البيت قد وصلت بالعباسيين للخلافة وليس بالخلفاء من نسل الإمام علي كما توقع الكثير من أنصارها في بدايتها. الدولة العباسية التي انتهجت المذهب السني ضيقت على أئمة الشيعة أكثر من الأمويين بالرغم من سلميتهم وعدم مشاركتهم في أي ثورات ضد العباسيين. في بدايات الحكم العباسي عام 762 خرج محمد النفس الزكية حفيد الإمام الحسن في ثورة كبيرة على العباسيين انتهت بفشله وقتله. لم يشارك الإمام جعفر الصادق الإمام السادس في الثورة. الإمام جعفر الصادق هو أحد أهم الأئمة الشيعة وأكثرهم علماً وصاحب المذهب الجعفري المرجع الأهم للشيعة، لم يشارك لا في هذه الثورة ولا في غيرها، ومع ذلك لم يسلم أبداً من التضييق والسجن. كان ابنه إسماعيل قد مات في حياته، لكن بعد موت الإمام جعفر الصادق عام 765 ادعت فرقة كبيرة من الشيعة أن إسماعيل حي، وأن الإعلان عن موته كان خدعة للعباسيين للحفاظ على حياته. وهكذا أصبح هناك انشقاق جديد للخط الوراثي للخلفاء، وظهرت الفرقة الإسماعيلية. أتباع الفرقة الإسماعيلية كانوا أكثر حنكة في تنفيذ أهدافهم. اعتمدوا على شبكات من الدعاة، وكانوا أكثر عنفاً، وكل الوسائل مباحة لديهم لتحقيق الأهداف بعد قرون من الهزائم والبطش الذي عانوه خلال القرون السابقة. خلال قرنين سيطر الشيعة على العالم الإسلامي. الفاطميون والقرامطة الإسماعيليون والبوهيون الزيدية سيطروا على العالم الإسلامي. لكن ظهور السلاجقة الأتراك حديث العهد بالإسلام وإنقاذهم للخلافة العباسية قد أعاد الهيمنة السنية للعالم الإسلامي، فقتلوا البساسيري وحرروا الخليفة القائم بأمر الله العباسي، وأنهوا الدولة البوهية، وساعدوا خصوم القرامطة على القضاء عليهم، وانتزعوا الشام من الفاطميين. كان الفاطميون قد بدأوا في زرع دعاتهم في فارس لإسقاط حكم السلاجقة. أشهر هؤلاء الدعاة على الإطلاق هو الحسن الصباح الذي جاء للقاهرة لتلقي العلوم في دار الحكمة، وخرج منها ليبدأ في نشر الدعوة الفاطمية في بلاد فارس. السلاجقة تعقبوا دعاة الإسماعيلية بقسوة، لكن بعد أن تمكن الحسن الصباح من السيطرة على قلعة آلموت الحصينة، أصبحت الدعوة الإسماعيلية أكثر خطورة. حاول السلاجقة الاستيلاء على القلعة بالقوة العسكرية، لكنهم فشلوا. ثم كان نجاح رجال الحسن الصباح في اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك عام 1092، فزادت شراسة الصراع بين الطرفين. خلاف وراثي جديد
وقع في البيت الفاطمي في القاهرة عام 1094. الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي رفع الابن الأصغر للمستنصر بالله لعرش الخلافة بعد وفاة أبيه، ولقبه بالمستعلي، مما دفع الأخ الأكبر نزار للهرب للإسكندرية والاستعانة بحاكمها أفتكين لاستعادة الخلافة. قاد الوزير الأفضل الجيوش وحاصر الإسكندرية حتى استسلم نزار ومن معه. مصير نزار كان الموت، لكن لم يعرف كيف. تروي بعض الروايات أنه قتل بالخنق بسجنه في غرفة لا يصلها الهواء. فر عدد من أبنائه وأحفاده إلى المغرب، لكن لم يجدوا من ينصرهم. الوحيد الذي أقر بحق أبناء نزار في الخلافة كان الحسن الصباح من فوق قلعته الحصينة. انفصل دعاة بلاد فارس عن الخلافة الفاطمية في مصر، وكونوا الفرقة الإسماعيلية النزارية التي ذاعت شهرتها بأعمال العنف واستخدام المخدرات لتحفيز شجاعة رجالها. عرفت باسم الحشاشين وامتدت لبلاد الشام، لكنها لم تتمكن لا من إسقاط السلاجقة ولا من إقامة دولة. في النهاية سقطت على يد المغول في بلاد فارس عام 1256، كما تم القضاء على وجودها بالشام في عصر الأيوبيين والمماليك، وتناثر أتباعها وهاجر الكثير من أتباعهم للهند. كان النزارية قد أصبحوا أعداء للفاطميين، واستطاعوا اغتيال الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي عام 1121، وكذلك الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله ابن المستعلي في القاهرة عام 1130 بالقرب من جزيرة الروضة. فحدث انشقاق جديد في البيت الفاطمي في وراثة الخلافة من بعده، أفرز فرقة الشيعة البهرة التي هاجر أتباعها من مصر إلى اليمن ثم إلى الهند. انتهت الخلافة الفاطمية عام 1171 على يد صلاح الدين الأيوبي. بسقوط الدولة الفاطمية انتهى الدور السياسي للإسماعيلية، لكن في بدايات القرن السادس عشر ظهرت الدولة الصفوية التي فرضت مذهب الاثنى عشرية على كل بلاد فارس، وظلت في صراع مع الدولة العثمانية السنية لقرون. حتى اليوم لا يزال مذهب الاثنى عشرية هو المذهب الرسمي لإيران والمذهب الشيعي الرئيسي، بينما تمثل الفرق التي انشقت عنه خلال التاريخ مثل الزيدية والإسماعيلية والعلويين حوالي 15% من الشيعة حول العالم. في العام 1818 منح شاه إيران لقب أغا خان لإمام طائفة الإسماعيلية النزارية. تغيرت طبيعة الطائفة التي عرفت بالعنف والغموض في الماضي. أغا خان الحالي هو الأغا خان الرابع، الأمير كريم الحسيني، خريج جامعة هارفارد، رجل أعمال بارز يحمل الجنسية البريطانية والبرتغالية. تقدر القيمة الصافية لثروة الأغا خان بنحو 13 مليار دولار أمريكي. وتمثل النزارية الكتلة الأكبر من الفرق الإسماعيلية المتبقية حتى اليوم. الأغا خان الثالث جد الأغا خان الحالي دفن في ضريح في أسوان
بعد وفاته عام 1957. هذا الضريح يمثل مزاراً سياحياً نادراً، أشرفت على بنائه زوجته الرابعة والأخيرة البيجوم، أم حبيبة الفرنسية الحاصلة على لقب ملكة جمال فرنسا عام 1930، وهي مدفونة معه في نفس الضريح.